لو بتعاني من مشكله القشره فالفيديو ده يهمك. في بعض الاسباب او بعض الحاجات اللي بتزود من مشكله القشره هقولها لكم في الفيديو ده، وبالتالي لازم نتجنبها. اول حاجه عندنا هي الضغوط النفسيه، عشان كده بنلاحظ ان وقت الامتحانات بنات كتير او ولاد كتير بيلاقوا القشره بتزيد. تاني حاجه عندنا ضعف جهاز المناعه، فلازم نهتم بيه. ضعف جهاز المناعه لان الفطر المسبب للقشره هو موجود عند اي حد، لكن بيهاجم او بيشتغل وبيعمل قشره في حاله ضعف جهاز المناعه. تالت حاجة عندنا هو النظافة الشخصية. النظافة أو العناية الشخصية لما بنهتم بيها دي بتقلل من مشكلة القشرة، لأن تراكم العرق أو تراكم الزيوت اللي موجودة في الشعر بدون تنظيف ده بيخلي الفطر اللي بيسبب القشرة موجود بشكل أكبر. عشان كده المشاكل دي لازم نتجنبها ونبعد عنها عشان نقلل من مشكلة القشرة. الفيديوهات الجاية هتكلم عن مشكلة القشرة بتفاصيل أكتر، تابعونا.